بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لجميع الدول العربية اللي فيها مشاكل ربنا يحلها من عنده. النهاردة انا هعمل ايه؟ النهاردة انا هعمل قرنبيط. اما تيجي تشتري القرنبيطة، تشتري القرنبيطة اللي هي مقفلة على بعضها، مش المفرغة، اللي هي مكبوسة كده. تمام. هبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ أقطعه لوردات كده. تمام، زي كده. وهبدأ أفرغ الوردات. بصوا مقفلة على بعضها ازاي. وهبدأ أسلقها. تمام. وهبدأ أحضر الخلطة بتاعتها. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، صلوا على رسول الله. القرنبيط غسلته حلو اهو، وحطيت ميه اهي عشان تغلي. بدأت تغلي، حطيت فيها شويه ملح وهبدأ اسقط القرنبيط. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، صلوا على رسول الله. القرنبيط سلقته اهو. تمام. وحطيته في الصينية كده علشان يبرد. وعملت الخلطة بتاعته دي. الخلطة دي عبارة عن ايه؟ طبعا البيض هتحطيه على حسب الكمية اللي انت عايزاها. عبارة عن معلقتين دقيق، معلقتين نشا، كزبرة خضراء، شبت اخضر. تمام. معلقتين هريسة شطة اللي هو الفلفل مع الثوم، شوية فلفل اسمر، شوية ملح، شوية كمون. تمام. وحطيت 6 بيضات. بس البيض انا بقولك هتحطيه على حسب ايه الكمية اللي انت عاملاها، وانت وحريتك بقى. في ناس بيعملوه من غير بيض خالص. الخلطة، المعلقتين الهريسة اللي انا حطيتهم فيها بتوديها في حتة تانية خالص. اي نعم، انا مش عارفة ايه الحتة التانية دي، بس اديني متنيلة على عينيا وبقولها. اي نعم، بعد الشر عليا من النيلة على عينيا، بس بقولها وخلاص. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. ريحة الخلطة تحفة. القرنبيط هيبدأ يبرد. تمام. وبعد ما يبرد تماما هبدأ احطه في الخلطة دي وابدأ احمره في الزيت. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، ده كان الشكل النهائي للأكل بتاعنا النهاردة، القرنبيط. بصوا جماله، بصوا شكله، ما بالكوا طعمه بقى. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، وادعوا لجميع الدول العربية ربنا يا رب يفك كربهم ويجعل مصر بلد أمن وأمان يا رب. بحبكم في الله. ما تنسونوش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.